الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، في هذه الجمعة المباركة نتحدث حول أمر عظيم ووعد شديد من رب العالمين للظلمة الظالمين،
ما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، ليوم عظيم وليوم مفزع ولخطر على الظالم بين يدي الله، يوم أن يقف الظالم مع الخصم بين يدي الحكم العدل، يقف الظالم حافيا عاريا خائفا وجلا، أخره ربه جل وعلا ليوم القيامة، لذلكم اليوم العظيم، يوم يفر الأولاد وتشيب مفارق الولدان وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في ذلكم اليوم العظيم الذي يقول ربنا جل وعلا: لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم. ذهب بغاة الجبابرة وذهب ظلمهم في الدنيا وبقي ليوم القيامة، لا يذهب ولا يزول. لينادي الحكم العدل: لمن الملك اليوم، فيسكت الناس جميعا، لا أحد يستطيع أن يرد، فيجيب ربنا جل وعلا: لله الواحد القهار،
الظلم يا عباد الله لوعة وشدة وخطر على صاحبها. ربنا جل وعلا ليطلع على الظالم وينظر إليه، ولكن كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليمهل أو ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقرأ قول الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى إن أخذه أليم شديد. أخذ الله أليم وبطشه شديد. فيا ويل الظالمين من عذاب رب العالمين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إن بطش ربك لشديد. يا أيها الظالم المستهزئ، يا أيها الظالم المستهتر، تذكر هذه الآيات ووقوفك بالعرصات أمام رب الأرض والسماوات. ليقف الظالم والمظلوم كما روى ذلك الإمام أحمد رحمه الله من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: يجيء القاتل والمقتول يوم القيامة تشخب أوداجه دما، يسيل من أوداجه الدم. إنه لمظلوم، إنه لسفك دمه وترك أطفاله أيتام وتركت زوجته أرملة وأهدم فرحة في منزل، فصار في البيت حزن وآلام، وصار أطفال بلا أب ولا راع، وصارت زوجة أرملة بلا زوج، وصار هو فقد حياته، وصار ميتا مظلوما مقتولا. فجيء به بين يدي الله يوم القيامة ودمه يسيل من على أوداجه، يقول: يا رب، يا لها من كلمة عظيمة، يا رب سل هذا فيما قتلني. يا له من سؤال عظيم. يا رب أحكم الحاكمين، قضى فعدل، وحكم ربنا بحكم عظيم. يا رب سل هذا فيما قتلني. إنها الدماء لا يجوز انتهاكها، دماء المسلمين محرمة، اقترافها والمساس بها ظلم. قام النبي عليه الصلاة والسلام عام حجة الوداع خطيبا يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. كم نسمع كل يوم من جريمة القتل والبغي والاعتداء
لينهار دم المسلم على أبسط الأشياء، على دراهم معدودة، على أرض أو على غير ذلك، أو كلمة سباب، فيقتل ويشهر عليه السلاح ويسقط صريعا ميتا. هذا جرم. أي ظلم بلغ بالناس وأي إجرام حصل منا عباد الله. إن دماءنا لمصونة، إن دماءنا أغلى من الدنيا وما عليها. لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم بغير حق. زوالها بمالها وحذافيرها وكلها أهون على الله من قتل رجل مسلم. لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون على الله من أن يراق دم امرئ مسلم. فدم المسلم عظيم وحرمة المسلم عظيمة، لا يجوز المساس بها. أورد الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. حرام دمه وحرام عرضه وحرام ماله. لا تبغي على دمه بغير حق، لا يجوز لك ذلك. هذا ظلم وهذا إجرام وهذا بغي وعدوان. فاتق الله من المساس بدماء المسلمين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد عباد الله، إن الظلم
أخذ حقوق الناس. قال عليه الصلاة والسلام: من اقتطع حق امرئ مسلم بغير حق أوجب الله له النار. حقوق الناس، أموال الناس محرمة، لا يجوز أخذها، لا يجوز أن تتلصص على أموالهم وتأخذها بغيا وعدوانا. من اقتطع حق امرئ مسلم بغير حق أوجب الله له النار يوم القيامة. أليس إنذارا شديدا لمن يأخذ أموال الناس، لمن يسرق أموال الناس؟ يا ويل السرق، يا ويلهم من عذاب الله، يا ويل هؤلاء الظالمون من يسرقون أموال الناس. صرنا لا نأمن على الأحذية في بيوت الله. أطهر البقاع وأحب البقاع لا يأتي المصلي آمنا لأداء الصلاة فإذا به يخرج من بيت الله وقد أخذ نعله، إلى مستوى دليل من أولئك الظلمة قاتلهم الله. إنها لدعوة لتنصب على السارق أو لتنصب على من ظلمك. لا يخيبك الله أيها المظلوم. فقد جاء في الصحيح وجاء خارج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: دعوة الوالد على ولده. الله أكبر! لربما حصل من الولد على الوالد شدة وعقوق، ولربما ضرب أباه، ولربما رفع صوته فوقه وأهان والديه. أب ضعيف، ولربما كبر سن الأب لا يستطيع أن يعمل شيء بولده، لا يتجرأ ربما الولد على أبيه بضربه. فلذلك سواء كان باعتداء أو غيره، فدعوة الوالد على الولد دعوة مستجابة لا ترد. دعوة الوالد على ولده يمحق الله حياتك ويمحق الله بركة مالك إن دعا عليك أبيك، ولو بعد وفاته تبقى عليك دعوة والديك إلى أن تنتهي، ويلحق ضرر ذلك بأولادك، فإنها دعوة الوالد ودعوة الأم دعوة مستجابة. قال عليه الصلاة والسلام: ودعوة المسافر، فالمسافر متعب في سفره أشعث أغبر، قبل الله دعوته ورحم حاله في سفره، فكانت دعوة المسافر مستجابة. قال عليه الصلاة والسلام في الثالث: ودعوة المظلوم، ودعوة المظلوم، لربما المظلوم لا يستطيع أن يصنع شيئا
بلسان مكلوم رفعت دعوته إلى السماء واحتفظت عند رب العالمين، فحفظ الله الأمانة وأقسم عليها أنه سيبر تلك الدعوة، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ولو تأخرت دعوتك، استجابة دعوتك أيها المظلوم، سيجيب الله دعوتك ويفرج كربتك ويهلك عدوك ويأخذ ممن ظلمك. الظلم كثير، الظلم يا عباد الله انتشر. كم من الظلم في الأرض اليوم؟ السرقة من الظلم، القتل من الظلم، السباب من الظلم. كيف يتجرأ أناس على هتك أعراضهم؟ يقع في محارمه، ويقع في زوجة فلان، وفي أخت فلان، وفي بنت فلان، صنعت كذا وعملت كذا، زورا وبهتانا وإجراما. هذا ظلم في الأعراض لا يرضاه الله. إنك أيها السامع، إنك أيها الظالم، يا من تتتبع عورات المسلمين وتظلمهم في أعراضهم، لن ينسى الله ذلك. من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه في جوف داره. يا من بغيت على نساء المسلمين وتجرأت على هتك أعراضهم، ولربما وقع الإنسان في الزنا وانتهك حرمة عظيمة، هذا ظلم بالأعراض. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إذن لي بالزنا. قال: أترضاه لأمك؟ قال: لا، فداك أبي وأمي يا رسول الله، ومن يرضى ذلك؟ قال: فكذلك الناس لا يرضون لأمهاتهم، لا يرضون لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم، فكيف ترضى لنفسك أن تقع في أعراض الناس؟ لا ترضى الظلم لخواتك، لا ترضى الظلم لبناتك، لا ترضى الظلم لزوجتك، فكيف تظلم بنات المسلمين؟ كيف تؤذى بنات المسلمين في الطرقات بأبشع الكلمات؟ كيف تؤذى بنات المسلمين في مواقع الشبكات والإنترنت؟ أترضاه لأمك؟ قال: لا. فلم ترضى ذلك للناس؟ اعلم أن ذلك ظلم، ولن ينسى الله ذلك وسيهينك الله. إن الزنا دين، فإن أقررته كان الوفاء من أهل بيتك، فاعلمي، اعلم أن كل ذنب وكل ظلم هو دين عليك. سرقت أموال الناس، أخذتها ظلم، سيرد ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. هي دنيا يا إخوة، كم ستتعمر؟ كم عمرك؟ ستموت وتؤدي الحقوق لأهلها. لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى من الحيوانات حكم عدل، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، مع أن الحيوانات ستصير ترابا، ولكن لعدل الله يحييها، فصارت من كسر قرنها تأخذ من التي كسرت قرنها فيجعلها الله ترابا. هذا في حق الحيوانات، كيف بحق الناس؟ يا من تقع في زوجات الناس، يا من تسرق أموالهم،
يا من ترجم بتلك الكلمات التي يهتز لها عرش الرحمن، يا من تحسد الناس، يا من تبغي على الناس، كفاك شرا، كفاك إجراما، ما جنيت بحسدك على أخيك، ما جنيت ببغيك عليه. كف عن ذلك وصر بعد حالك، فإنك لمسؤول بين يدي الله. ختاما أقول إننا ظلمنا أنفسنا، فحل بنا ما حل من رفع الأمن وحلول الخوف، من رفع الغنى وحلول الفقر، من كثرة الفيضانات وكثرة السيول التي تجرف البيوت والمنازل. كل ذلك، كل تغيير في الطبيعة وفي الأرض، اعلم أنك سبب. بظلمك وبغيك ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. هذا ما زال الله قليل بحقنا مع الفقر الذي نعيشه في اليمن، ومع الضرب ومع الحرب ومع غير ذلك من الفقر وغيره، ما زال الله ساترا علينا. ألا تستروا على أنفسكم يا عباد الله برفع الظلم عن أنفسكم ورفع الظلم عن غيركم، والإقبال على ربكم سبحانه وتعالى بالتوبة والرجوع والإقلاع عن الذنوب، فالذنوب هي أشد ظلما في الأرض. ما أذنب عبدا إلا كان ذلك ظلما، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بمن دمر بلادنا، اللهم عليك بمن روع الآمنين، اللهم أنزل عليهم بأسك وغضبك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم عليك بدول الكفر ومن حالفها وعاونها على ضرب الإسلام والمسلمين. اللهم رد لنا الأمن والأمان إلى بلاد الإيمان والحكمة، اللهم رد لنا الأمن والأمان إلى بلاد الإيمان والحكمة. اللهم عليك بالظلمة الظالمين، اللهم عليك بالظلمة الظالمين، اللهم رد كيدهم في نحورهم يا